فمن وقت الحرب الباردة وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي تقريبا أحواض بناء السفن الأمريكية قلت كتير جدا، والولايات المتحدة شافت إنها مش مهمة وأهملت الصناعة دي لحد ما اندثرت. طيب ده بالنسبة للسفن. بالنسبة لكاسحات الجليد، هقول لك طبعا روسيا بتتصدر القائمة بأسطول ضخم من كاسحات الجليد. عندها أسطول من كاسحات الجليد بيوصل ل 57 سفينة، منهم 7 بيشتغلوا بالطاقة النووية. والصين اللي هي أصلا مش بتطل على القطب الشمالي بدأت تبني كاسحات خاصة بيها، وصل عددها بين 5 ل 8 كاسحات جليد. طيب بالنسبة لأمريكا القوة الأكبر في العالم، أسطولها من كاسحات الجليد اللي في الخدمة حاليا هم سفينتين بس، والاتنين حالتهم صعبة جدا. واحدة فيهم اسمها بولار ستار، ودي عمرها تقريبا دلوقتي 50 سنة، وكل سنة بتظهر فيها مشكلة شكل. أما السفينة التانية فهي السفينة هيلي، ودي تقريبا عمرها 25 سنة. لكن لو حسبنا كل السفن اللي في دول الناتو مع بعض هيوصل عددهم ل 32 كاسحة. هل معنى كده ان امريكا شايفه كل ده وساكته؟ طيب ليه ما بتطورش الاسطول بتاعها؟ الموضوع مش بالسهوله دي صديقي.